مساء الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم من جديد، وبنرجع معاكم من تاني لاستوديو بيت العيله وتاني موضوعاتنا اللي بنطرحه اليوم. شعره ما بين الثقه بالنفس والغرور، متى يصنف الانسان على انه واثق في نفسه، محقق لذاته، قادر على التواصل مع الاخرين، متصالح مع نفسه، وامتى نقول ان ده غرور؟ ده هنعرفه دلوقتي من ضيفتنا اللي بتسعدنا انها تكون معانا دايما في استوديو بيت العيله، دكتوره حنان رشدي، خبير التنميه البشريه. دكتور حنان اهلا بحضرتك. اهلا نورانا. بنورك. مساله الثقه بالنفس دي مساله جميله جدا، يعني اللي بيتمتع بالثقه بالنفس بيكون متصالح مع نفسه الى حد كبير، وبالتالي بيكون متصالح مع الاخرين، مدرك لقدراته وامكانياته، وفي حاله كده من عدم الحساسيه. لكنه امتى نقول انه الشخص ده لا ده مش واثق بنفسه، ده مغرور؟ اولا عشان نعرف الثقه بالنفس، الثقه بالنفس الانسان يتحسس ذاته ويؤمن بها، يؤمن قدراته وطاقاته، ويعرف مواطن القوه والضعف، لان كل شخص فينا له مواطن قوه ومواطن ضعف. فبالتالي لو امن الشخص انه زي ما عنده مواطن قوه وعنده مواطن ضعف، وحاول يقضي على مواطن الضعف دي ويحولها الى مواطن قوه، ويعرف بالظبط مدى قدراته وطاقاته في هذه الجزئيه، هيقدر يوصل الى الثقه بالنفس. تمام. والثقه بالنفس ليست مطلقه، هي ممكن تكون في بعض الامور وبعض الامور لا. يعني مثلا دكتور طارق حبيب، ده بنسميه بروفيسور الطب النفسي، بيقول ان الثقه بالنفس ان تعتقد انك تفعل الصحيح في ذلك الامر بالتحديد. ايوه، مش في كل حاجه، يعني مش في كل الامور، يعني اللي واثق من نفسه بطريقه مطلقه في كل الامور وفي كل المجالات وفي كل الاعمال وكل الافعال، هنا ممكن ان تنقلب الشعره اللي ما بين الثقه بالنفس والغرور. وان كنت انا شخصيا ما اعتقدش انها شعره، انا اعتقد انها على النقيض التام. الواثق من نفسه حاجه والمغرور ده شيء تاني خالص. لانه مغرور يبقى هو ما عندوش استعداد انه يتقبل جديد، ما عندوش استعداد يتعلم، وكده هو بالتالي يعني ينقصه امور كثيره جدا. لو في حاجه اخطر من كده، المغرور على فكره ما بيبقاش عنده ثقه في نفسه، المغرور بتبقى ثقته في نفسه مهزوزه، وعنده دوافع نقص كتير جدا في مواطن كتير. ازاي دي بقى؟ اشرحها. هقول لحضرتك. انا علشان عندي نقص في جزئيه معينه وعندي، هي ايه مواصفات المغرور ده الاول؟ مواصفات المغرور يعني إن تصرفاته، انا ازاي اشوف شخص احكم عليه اقول انه ده مغرور؟ بصي انا اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. المغرور ده بيبقى مريض، وللاسف عنده تورم في شخصيته. والمريض الوحيد اللي مش هو اللي بيشتكي، اللي حواليه اللي بيشتكوا. يعني تلاقي مش مدرك انه عنده مشكله. بالظبط، بالعكس ده هو حاسس ان هو كده. لا بالظبط. فالمغرور شايف انه عنده كل النعم المطلقه في كل شيء. ده يعني عنده مش في جانب واحد بس، يبقى هو رائع في الصحه، عنده مال، عنده علم، عنده فهم في كل شيء، فهو يبقى تعالى على الناس بالنعم او الامكانيات او القدرات اللي عنده. انا ثم انا فهو مش عارف ان النعم دي قد تزول. ان قدراته قد تقل، ان هو شيء اساسا محددها غلط، هو مقدرها غلط. يعني هو متخيل انه يتفوق على الناس ولكنه مقدرها غلط. فبالتالي المغرور بيؤذي كل اللي حواليه، وهو نفسه هو مش شايف، وقاعد في برجه العاجي. مش عارف ان هو اساسا كده عنده مرض. يعني في نفسيته يعني. في حاجه كمان يعني قويه جدا، ان المغرور سواء كان مغرور او سواء عنده ثقه في نفسه، طبعا احنا اتفقنا انهم على النقيض. هو الانسان ما بيتولدش كده، يعني هو ده شيء مكتسب، يعني نتيجه من تربيته، نتيجه من نشأته. ده بيولد بهذه الكيفيه، ده بيولد، الاثنين بيتولدوا زي بعض لكن بيتربوا بهذه الكيفيه. ايه بقى اللي بيوصله للمرحله دي؟ يعني حضرتك مثلا قدامك حالتين، حاله ثقه بنفس وحاله غرور، يعني وممكن يبقوا الاثنين اخوات. بالظبط. ايه اللي بيوصل ده لمرحله؟ يعني انا حابه الاول اناقش طبعا الثقه بالنفس شيء ايجابي واحنا في حاجه لفهمه، لكنه محتاج الاول افهم مساله الغرور دي عشان اقصيها وابدا في شرح الثقه بالنفس. ايه اللي يخليني اقول انه الشخص ده مغرور؟ او يعني ايه اللي يوصله للمرحله دي؟ ايه اللي ممكن الام بتوصله لطفلها، المجتمع بيوصله غلط، او هو ادراكه لذاته غلط؟ يعني المساله بتيجي منين؟ اولا ادراك الطفل لذاته بيبدا منذ الصغر. يعني احنا مش عايزين نقول ان كل ما نيجي نتكلم مع الطفل عشان نزرع فيه حاجه ايجابيه، تلاقي كتير جدا من الاسره يقول لك ده لسه صغير. مفيش حاجه اسمها لسه صغير. الدليل على كده ان انت، عايزه اقول لك مثال صغير جدا، انت لو جبتي طفل صغير عنده شهرين 3 4 لغايه 9 شهور وخليتيه يبص في المرايه، بيمسك المرايه باعتبار ان هو يعرف ادراك ان ده شخص اخر. لكن بعد ال9 شهور الى عمر سنه، لما بيبص في المرايه بيمسك خده هو على العلامه اللي في وشه، بما معناه انه اصبح يدرك ان ده ذاته انا. فبالتالي ان تعليم الطفل من سنه
جميل. يعني من مرحله مبكره جدا قد يجهلها الاباء والامهات. الحاجه الثانيه ان المغرور طفل مدلل، طفل عنده نواقص في اشياء كثيره، وبدل من ان انا اعدل هذه النواقص ابتدي اقول له لا انت كويس، انت رائع. يعني بدل ما اقول له انت عندك مقدره في نقطه. ما انا عايزه انه ساعات بيبقى الام حابه تخلي الطفل عنده ثقه بالنفس، فلما يعمل حاجه تقول له لا انت كده كويس. يعني طب هنقول حاجتين وانت هتعرفي لوحدك. تمام. انا ممكن اقول له لا انت كده رائع زي الفل وانت احسن واحد في الدنيا. ممكن اقول له بص هو ينقصها حاجه صغيره بس لو عملناها عايزين تبقى افضل من كده. تمام. يعني هو كلمتين نفس الكلمه، وفي الحالتين انا ما هزتش ثقته بنفسه بالظبط كده. بالعكس اللي واثق من نفسه بيبقى عنده استقلاليه. الطفل اللي واثق من نفسه ما بيبقاش مدلل، بيبقى دايما عايز يعمل الحاجه حتى لما يعملها يقول الله شفت رسمتي جميله ازاي. يفخر بنفسه. انا ما عرفتش احل المساله دي بس انا هحاول احلها تاني. عنده اعاده للتجربه. لا انا هعمل ده لوحدي، خليني اعمله لوحدي. هو واثق من نفسه. الطفل الاخر بيبقى عنده اتكاليه. تعالى معايا صاحبي هو اللي علمني اغش في الامتحان، بيرمي المسؤوليه. لا انا مش هروح النهارده المدرسه عشان في امتحان. لا انا كلهم بيكرهوني، المدرسين وبابا وماما، الناس كلها بتكرهني. اللي مش واثق من نفسه بيبقى دايما منطوي، لكن الواثق من نفسه بيبقى مقدام وعنده قابليه انه يبقى عنده اي نشاط او عمل اجتماعي. دي حاجه مهمه جدا طبعا. تمام. اعمل ده ازاي بقى؟ هنبدا في الجزء الايجابي. ايوه. عايزين بقى نبني الشخصيه دي، لان الشخصيه دي اكثر نفعا للمجتمع واكثر ايجابيه في المجتمع. واحنا الحقيقه يعني بدات كده تبقى نماذج يعني قليله هذه الشخصيه. عايزين احنا بنبتدي مرحله بدايه البناء. بدايه البناء ودي اهم. الاباء والامهات هم مرآة الاطفال على فكره. يعني اذا كان الاباء والامهات في البيت بيربوا الاطفال على طريقه معينه بينتج نفس الانتاج اللي انت بتغرزيه فيهم. فبالتالي الاب والام لازم يكون عندهم تبعا لشخصيتهم ولا تبعا لما يلقنوه للابناء؟ الاثنين لانهم مرآة. تعلم بالمشاهده. يعني طبعا القائد لو يعني عايزه اقول ان مثلا لو في اب مدخن انا ما بنصحوش نهائي انه ينصح ابنه بعدم التدخين، لانه مهما قال له على فكره هو لو قال له علشان صحتك، طب يا ابني ده انا صحتي طب عشان الفلوس، طب ما الفلوس صحتك بتجيبها يا بابا، ده رزق للبيت كله وانت بتضيعه. طب عشان انت لسه صغير مع كده لما اكبر ادخن. فاي مبررات هتكون واهيه. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقولها ان انت كأب مفروض ان انت تقول لابنك ان انت شخصيا معترض على الفعل اللي انت بتعمله وانت شايف انه مش ايجابي او انه فعل غلط او انه هي عاده قبيحه وانا بحاول جاهد نفسي علشان ابطلها. ده مثلا. فبالتالي لازم الاب والام يبقى عندهم ثقه في النفس. يعني هقول لك على حاجه مهمه جدا، لو الام في البيت ما عندهاش ثقه في نفسها قدام بنتها البنت بتطلع مهزوزه. يعني قدام يعني مثلا يعني انت عارفه ان اغلب غيره الزوجات، رغم ان احنا هندخل موضوع جانبي شويه بس كلها متشعبه، اغلب غيره الزوجات على ازواجهم ناتجه من عدم ثقتهم في انفسهم. طبعا، لان هي حاسه انها مش على قدر المستوى اللي تحسس هذا الزوج. ولو ان الموضوع ده ليه جوانب كتير عشان كده مش لازم توثقه والناس في ناس كده مهما كانت. اشوف التقرير معاكي ونرجع تاني نشوف مع حضراتكم ومع دكتوره حنان التقرير ده خاص موضوع فقرتنا، ونشوف اراء مشاهدينا ايه. التقرير اللي عدوا زملائنا تعالوا معنا نشوفه ونرجع لكم مره تانيه في بيت العيله. أنا عشان أثق في نفسي يبقى أنا عارف قدراتي إيه بالظبط. مهما واحد يتكلم قصادي يقول لي أنت ولا أنت، أنا مقتنع بنفسي. أما الغرور فهو إن واحد يلبس شخصية غير شخصيته. الغرور ده مرض نفسي بيصيب ناس كتيرة في أي طبقة من الطبقات، في أي مهنة من المهن، ده بيصيبه. ده نتيجة مرض نفسي، ان انا مش واثق في نفسي، ان انا في ظروف بيولوجية في التكوين النفسي عندي بيديني حق ان انا اعظم من المحيطين بيا في مجالات معينة. لو انا دكتور احسن من الناس المحيطين بيا، لو انا مهندس هكذا. الثقة بالنفس ان انت حتى الانسان الواثق من نفسه ما بيقولش ان انا مغرور، او مش بيقول او مش بيتكلم. ليه؟ لانه عنده خبرات تراكميه، عنده قدره. الثقه بالنفس تكتسب من خبرات تراكميه، تكتسب من ممارسه عمل معين، مهنه معينه. هو الثقه بالنفس نابعه من ان الانسان بيكون عنده الامكانيات والمؤهلات اللي تؤهله لكده، اللي تؤهله ان هو يبقى واثق من نفسه، واثق من ذاته، يقدر يؤدي ما يطلب منه
بشيء من المهارة، انما الغرور بينبع من ان الانسان بيعتقد ان هو مميز بدون الامكانيات اللي بترشحه لكده. الثقة بالنفس دي بني ادم بيبقى واثق في نفسه، يعني انا ما اعتقدش ان في بني ادم بيبقى واثق في نفسه 100%، لان البني ادم مهما يكن غلط وغير الغلطين يعني التوابيت، فالبني ادم يعني في حكاية الثقة بالنفس دي يعني ما اعتقدش ان في بني ادم يثق في نفسه 100%، لانك انت مش نبي ولا هتتوقع ايه اللي بيحصل في الغرور ده. بني ادم غرور في طبعه، مولود بيه، انت فاهمني، بيتعالى على الناس، بيبان قوي، انت حتى من شخصيتك بتقول ده بني ادم طيب، ده بني ادم مغرور. فدي ما فيش علاقه ما بين دي وما بين دي واقع ودي واقع. لو واحد شاب على شيء يفضل عليه، يبقى هو مؤاخذه فاضي من جوه ومتغرب نفسه. اهلا بحضراتكم من جديد. نرجع معاكم من تاني لاستوديو بيت العيله، وبجدد الترحيب بدكتوره حنان رشدي خبيره التنميه البشريه. اهلا بيكي مره تانيه يا دكتور. عندي طبعا تعليق خاص بالتقرير، لكنه كنا بنتكلم قبل ما نطلع للتقرير في نقطه مش عايزه نغفلها. حضرتك قلتي انه تظاهر الاباء بالثقه بالنفس ده ليه ابلغ الاثر على الابناء. يعني ايه الاب والام يكونوا واثقين من نفسهم وهم بيتعاملوا مع ابنائهم؟ عايزه بس اصلح حته صغيره، هي مش تظاهرهم بيه، لكن هو لازم يكون عن مصداقيه، لان الاطفال حساسين جدا. تمام. يعني لو الام بتعمل شيء او الاب بيعمل شيء هم مش عارفين او مش واثقين من خبراتهم فيه ومن مهاراتهم، يثبتوا ذلك، يعني يقولوا ان احنا ما عندناش مهاره في هذه الجزئيه واحنا بنحاول ننمي قدراتنا فيها. تمام. يعني الصراحه هنا مباحه ومحبوبه. يعني مهم جدا. تمام. ولازم يعرف الطفل منذ الصغر ان انا عندي مواطن ضعف، يعني ما يدعيش ان هو عبقري في كل حاجه. لا طبعا، لان ما فيش على فكره، ما فيش حد عبقري في كل حاجه طبعا. لكن هي الثقه بالنفس بتيجي من ايه؟ من زياده الخبرات وتراكم الخطوات الساقطه وليس الناجحه. يعني انا لما باجي اسقط في اشياء كثيره ما بحبش اسميها فشل، بس احب ان اسميها سقطات. ما دام تجاوزتها فابتدي انجح في وراها، ابتديت اعد بقى نقاط نجاح كثيره. تمام. فابتدت اثق في نفسي في هذا المجال او في هذا الموضوع. تمام. لكن هل تتخيلي حضرتك ان في شخص حتى منذ الطفوله لو ربي على هذا الموضوع هل ينفع انه بعد ما يوصل لسن النضج او بعد ما يكبر يبقى واثق من نفسه في جميع امور حياته؟ لا صعب. اكيد هتبقى في جزئيه معينه هو حاسس فيها بموطن الضعف. هو ما بيبقاش واثق من نفسه بس بيبقى عنده، يعني عايزه زي ما حضرتك قلتي في الاول، مصالحه مع النفس. انا عندي موطن ضعف في الجزئيه دي بالزبط. فانا بحاول حتى لو ما وصلتش فيه لدرجه البروفيشنال ان انا ابقى عندي خبرات كافيه زي بقيه المجالات، مدركه، لكن مدركه وبحاول انميه بقدر الامكان. أيوه. يعني ما بقفش عنده واحس ان هي دي نقطه نهايه الحياه. لا، انا بحاول انميه بقدر الامكان على قد ما اقدر. تمام. هرجع بقى مع حضرتك، لانه الحقيقه يعني اثار احد المشاركين في التقرير نقطه مهمه جدا، وهي مساله بيقول اللي عنده امكانيات بيكون واثق من نفسه. المسألة دي هل هي ضرورية؟ يعني كل شخص لازم يكون عنده إمكانيات علشان يكون واثق من نفسه؟ هو أنا ولا ثقته في ذاته؟ حضرتك فهمتيها يعني إمكانيات مادية؟ لا يعني إمكانيات قدرات. لأن القدرات دي مسألة يعني هبة من الله ومتفاوتة. بالزبط. كل إنسان عنده قدرات في شيء معين. المهم هو يكتشف بقى القدرات دي. ما هو هي دي على فكرة نقطة مهمة. اللي قالوا ده صحيح 100%. أيوه. ما هو أنا عشان أبقى واثقة من نفسي لازم تبقى عندي قدرة وإمكانية في هذا الجزء أو هذا المجال. يكتشف بقى ازاي الانسان. اكيد ربنا خلق كل انسان عنده يعني قدرات في شيء معين. طبعا احنا عندنا بقى مشكله ان فعلا في ناس بيبقى عندها قدرات ولكن هي مش عارفه تحط ايديها عليها. ليه بقى؟ لان احنا مشتتين، احنا مش بنركز. يعني التركيز اول نقطه للنجاح. انت لو ركزتي في امر واحد ممكن يكون ادراك الذات، هتنجحي فيه. ادراك الذات ده شيء مفروغ منه، يعني ممكن يكون حد يعني معجب بشخصيه عايز يبقى لعيب كوره، بس هو ما بيعرفش يلعب كوره خالص. ممكن يكون هو ناجح في حاجه تانية، بس هو طول الوقت مركز في ان هو عايز الحاجه يعني يبقى زي حد. يعني لو كل شخص ادرك ان هو عايز المفروض يبقى نفسه، اعتقد الامور ممكن تختلف. دي نقطة مهمة، بس في نقطة والله أنا بعتقد إن اللي حضرتك قلتيه على الرغم إن هو مش صحيح 100% إن أنا أبقى زي حد، بس هو أفضل بكتير من إن أنا أبقى مشتت في أكتر من حلم وأكتر من هدف وأكتر من واقع. ممكن يبقى حد عايز كل حاجة. ده في ناس ما بيحققش حاجة، فهو مش مركز في إمكانياته واصلة لحد فين. دي مشكلة تانية. فدي مشكلة تانية. لكن هو لو ركز ده اللي ممكن يبقى مغرور في الآخر. ده في الآخر مش ده هتبقى كارثة يعني. لأن ده في الآخر هيبقى عنده نقص في كل شيء
لكن هو يعتقد انه وصل الى كل شيء بالظبط. وهو ما وصلش لاي حاجه. بالظبط. طيب مساله التركيز دي بقى تيجي ازاي؟ التركيز على هدف ده شيء مهم جدا. وبعدين نبدا من الصفر. على فكره الانسان لما بيبدا من الصفر في اي شيء ويصل الى القمه بيحس بالسعاده وثقته بنفسه في هذا الموضوع. طبعا. في ناس ما بتبتديش من الصفر، يعني بتبتدي من حيث انتهى الاخرون، او بتبتدي من جزئيه وسط في الموضوع. وده كويس؟ لا ده مش كويس. كويس. لان الخبرات بتاعتك انت مش بتاعت غيرك. ما هي الخبرات بتاعتك دي مكسب تراكميه، لازم تبدا من البدايه وتكسبك الثقه بنفسك. وانت هتاخدي الثقه بنفسك منين؟ من اخر خطوه في النجاح، مش من اخر خطوه على فكره. من مشوار حياه. صحيح. من مشوار دراسه، من مشوار علم، من مشوار ارهاق وتعب ومجهود. هو ده اللي بيخليكي تثقي في نفسك. بالظبط. ده شيء مهم جدا. والثقه بالنفس بتيجي على فكره من الذكاء الاجتماعي كمان. أيوة. يعني الانسان اللي مش واثق من نفسه ما بيبقاش عنده اجتماعيات ناجحه ولا يساعد الاخرين. وهكذا المغرور. بالظبط. يعني لا يمد ايده بالمساعده للاخرين. لكن اللي بيبقى عنده طائفه مش فروق فرديه يا دكتور؟ لا يعني انه الذكاء ما هي دي الاجتماعي ده مش فردية. لا الذكاء الاجتماعي في حد ذاته مش فروق فرديه. يعني ده بيعمل ممكن ايه بقى؟ يبقى في حد عنده هو يعني تركيبته كده عنده ذكاء اجتماعي، بيعرف يتكلم مع الناس، لطيف، بيعرف يتكلم مع الناس. فن التواصل ده في حد ذاته يكتسب وليس والثقة بالفطرة. بالنفس على فكره. يعني انا بتواصل مع الناس بطريقه جيده. ما هي مساله مترتبه على بعضها. ما انا عايزه اشوف انا اللي بيبدا الاول. يعني هل انا لاني عندي ذكاء اجتماعي ولطيف مع الناس فبالتالي يبقى عندي ثقه بالنفس، ولا انا عشان عندي ثقه بالنفس ببدا اعمل حوار مع الناس؟ يعني ايهما اسبق؟ لا هو المفروض ان انا علشان يبقى عندي ثقه بالنفس امارس بعض الاشياء. ايوه. منها التواصل الجيد. جميل. والمشاركه الاجتماعيه. ومساعده الاخرين. تمام. والبدء بمخطط، والبدء بأولويات في حياتي الأهم ثم المهم. وتحقيق نجاحات وإنجازات بطريقة سريعة وصغيرة عشان تحقق لي نوع من السعادة اللي تدفعني إلى الأمام. وهكذا. ففي بعض الممارسات اللي في الآخر نتيجتها هتبقى ثقة بالنفس. بالظبط. لو أم بقى بتسمعنا دلوقتي وعندها طفل مثلا، هي بتشوفه لما بيلعب مع الولاد بيبقى شوية منطوي، يعني لازم يبقى له صاحب هو اللي يعمل كل حاجة، هي مامته لازم تبقى معاه، يعني تتصرف ازاي؟ يعني هي بدأت تلمس انه في خطأ في الشخصية دي، او هذه الشخصية بتاخد منحى بعيد عن الثقة بالنفس، تغير المسار ده ازاي؟ يعني مثلا هقول لك مثال. في اب جه ابن اشتكاله ان في زميلي اسمه احمد في الفصل ضربني، فيا ريت يا بابا تيجي تضربه عشان هو مش حلو او مش كويس يعني معايا. طفل بيبي في روضه يعني. فبابا قال له لا عيب ما تقولش كده. ما تقولش كده ايه؟ انه انت وحش وما فيش حد يضرب صاحبه. مش عايزه يضربه. فهو احنا كده على فكره، ما الاب هيقول كده لابنه على فكره. بل بالعكس انت هتقولي ده نوع من انواع التربيه. انا بعلمه ما يضربش ابنه. هو هنا في نقطه خطر، احنا ما بنسمعش بقى. يعني المفروض ان انا الاول استمع وبعدين اكرر عليه اللي انا سمعته. يعني انت قصدك ان صاحبك ضربك، يبقى هو فهم ان انا سمعته بطريقه جيده فيرتاح. لان بعض الاطفال قد يكون هدفهم الوحيد لفت نظر الابناء في انهم يسمعوه. فانا استمعت. بعد ما استمعت، طيب نعمل ايه بقى؟ مش هو صاحبك وحبيبك ومعاك في الفصل؟ تفتكر نعمل ايه علشان ما يعملش كده تاني؟ طب انت سألته هو ضربك ليه؟ ايوه. يبتدي الطفل يشغل عقله. دي نمرة 1. نمرة 2 يدرك ان هو مسؤول معايا عن ايجاد حل. هو جاي يرمي المسؤولية عليا عشان انا اروح انقذه من براس الطفل ده اللي هو ضربه. لا، فبيعزز ثقته بنفسه. انت المفروض تتحمل مسؤولية وتتصرف التصرف الجيد. والاخطر من كده كلمة ما حدش لاحظها او يمكن لاحظها القليلون، ان في وسط الكلام انا قلت له انت وحش او انت سيء او انت غلطان. فترسخ في عقل الطفل اللاواعي ان هو مخطئ. فعلى فكره دي بتبني عليها. حتى لو فهم انه مخطئ من كلام ان انت ايه رايك في يعني فكر في اللي حصل، هو ممكن يفكر ان هو مخطئ فعلا. بالظبط. بس ما يبقاش انا اللي قلتها. لان لفظا الطفل ما بيحبش الكلمات اللوامه. بتخليه ينطوي ويخاف يواجهك باي مشكله عنده، لان هتكون النتيجه انك هترمي عليه هو المسؤوليه وتشوهي نفسيته هو. فبلاش اقول لماما وبابا حاجه. لازم عندنا صدر رحب لسماع هذه الحوارات كلها. تمام. وابتدي اكتسبها بطريقه جيده واشرك الطفل معايا في مسؤوليه حلها. عشان كده بيكون في نصيحه دايما، يعني الام تسمع طفلها وهو راجع من المدرسه او من الحضانه. ده شيء في منتهى الاهميه. تسمع كل حاجه. هو على فكره مش هو راجع من المدرسه بتقرا شخصيته الى ان يتخرج من الجامعه. يعني طول ما الام عايشه وليها ابناء، بس هي طبقة. يعني هي طبقة. يعني ممكن يبقى حد هو سماته الشخصية يحب يروح يحكي كل حاجة، وفي حد لا مهما تسأليه ما بيقولش. هو عشان ما لقاش ولا مرة تجربة سيئة. لا مرة تجربة سيئة. ده 100%. لكن الطفل يرجع من اول KG1
شيء طبيعي. الام اكتر من الاب يجي على طول جري عايز يقول لمامته انه اول مره يخرج من حضنها، فبالتالي اول ما بيرجع عايز يحكي لها كل حاجه. فالام بيبقى عليها عامل كبير جدا في تكوين شخصيه الطفل منذ الصغر. احنا في بدايه حوارنا قلنا من هو عنده سنه. فتخيلي يعني. وبعدين مش فتره معينه وتقولي لا خلاص كبر انتهت، لا. التصليح والتعديل في اي سلوك الى ما شاء الله لحد ما يتخرج. الاولاد لغايه ما بيبقوا في بيتهم عندهم اولاد هم كمان بالزبط. الام عليها عامل كبير في انها تدي بخبراتها ونصايحها لاولادها. تمام. قلنا النموذج بتاع الطفل رجع هيقول له فكر وشوف انت ايه مشكلتك، وكده اداله هو الحل. هيروح بقى هو المدرسه يبدا يحل المشكله بنفسه، هيعرضها الاول على بابا وهيقول له ايوه كده صح، المفروض انك تعمل كذا. اتحمل المسؤوليه. على فكره قد يكون الطفل بعد ما ينام ويصحى الصبح هو مش هيعمل حاجه لما يروح بالظبط، بس هي المشكله عنده بدا يحس ان لا يعني حتى لو واجهته مشكله بعد كده هو اللي هيبدا يحلها. ايوه هيعرف ان انا بحكي لبابا هو بيساعدني في حل المشكله، لكن مش القصه عنده انه يظهر لي فقط ان انا سيء في هذا الموضوع. ده شيء مهم جدا. وبعدين لو الطفل بقى مدلل، تخيل لو انت ما قلتلوش انت وحش بس عملتي العكس. لا فعلا هايل، روح بقى اضربه. او انا رحت معاه يا ريت بقى رحت معاه وعملت مشكله في المدرسه او عشان الطفل ضربه من غير ما تقصى الحقيقه. ده انت عززت بقى طفل مغرور واتكالي، ما تحملش المسؤوليه. هيفضل دايما في موطن ضعف في حياته وهيبقى مكروه طبعا. دي مشكله. ما هو المغرور مكروه على فكره. المغرور هو مش حاسس انه مغرور. ما هي دي بقى هو ده تساؤلي. يعني مساله بقى المغرور ده اكيد بتبدا من الطفوله، يعني اكيد يعني بتتحس في بدايه السنوات الاولى. لا لو الام او الاب حسوا ان شخصيه ابنائهم بتتجه نحو هذا الاتجاه، يرجعوا المساله تاني ازاي؟ يرجعوا المساله دي تاني اولا بممارسه اشياء كثيره جدا. اولها ان الطفل نقف عند الخطا بتاعه. احنا اتفقنا ان احنا مش هنشير على الخطا، ان هو اناني، هتبان له ملامح ان هو عصبي، انه ما بيقبلش غير نفسه. لازم مشاركته مع اخواته، لو ما عندوش اخوات مشاركته مع لو في اطفال في الاسره، مشاركته انه يبقى ودود، مشاركته ان لو الطفل ده في ايده حاجه ولو صغيره لازم يتقال له قدم لفلان. لو جايبين هديه هو اللي يقدمها، هو اللي يدخل بيها، يحس ان في الاخر، في تعامل مع الشخص الاخر، في ود للشخص الاخر مهما كان الشخص ده مين بالزبط. لكن ما نعلموش ده بتاعك خبيه، ده ليك ما تدوش لحد. الحاجه الحلوه بتاعتك انت لوحدك. انت بكل المواصفات السليمه من غير ما احسسه ان هو يا ريت بقول له انت قادر، لا انت حلو، انت كويس، انت احسن واحد، انت افضل شخص، انت بتبتدي تربى عنده الانا عاليه. هي المشكله عندي كمان ان بعض السلوكيات، يعني طب خلينا نقدر ان احنا مجموعه كبيره ما تربتش التربيه السليمه. مش هنقول لا اتربت على الاخلاق والتدين لكن في بعض السلوكيات نتوءات ما عرفناهاش لما كبرنا. طب ما هي ممكن تتعالج برضه. احنا في ناس بيتربوا على كده ويفضلوا يكبروا هم وهو مغرور. فده هيبقى علاجه يعني اي نعم اصعب بس هو متاح. مش مستحيل هو يدرك انه عنده مشكله. ما دي كارثه، يعني دي كارثه ثانيه. هي دي مشكلة. ان هو يدرك ان عنده مشكله عايز يحلها. هو ده الفرق بقى الشاسع ما بين ان انا انمي ده في مرحله الطفوله. عشان كده لما بنتكلم عن التنميه البشريه وبنتكلم على انها لها اهميه خطيره في المجتمع، بنقول دايما طب يا جماعه احنا بندي التنميه البشريه للاعمار الكبيره والمتقدمه. طب يعني يا ريت احنا طب ما نديها ده مهم. من اول روضه بدل ما انا اصلح بعدين. طب ما انا اغرس صح يعني يمكن ده اللي احنا عاملينه دلوقتي حاليا في المدارس. الشخصيه اللي عندها ثقه بالنفس اعتقد اكثر نجاحا في مجال العمل. يعني حضرتك لو بتقولي يعني ده بيكون في كورسات خاصه بالكبار، اكيد في مجال العمل بتبداي يعني تعززي امور جيده، لكنه اكيد بتصادفي نماذج من ده ومن ده. النموذج الواثق في نفسه اكثر قدره على تقبل التعلم الجديد. يعني وانت بتوظفي تطوير الذات وانه حتى ينتقل من مجال لمجال. يعني المساله تكون اكثر مرونه، لكنه طول ما هو حاسس ان هو كده زي الفل. يعني الواثق من نفسه بيضع ايده زي مواطن القوه ومواطن ضعف، فبالتالي لما بيحس ان عنده قصور في حاجه معينه وهو عايز يبقى اكثر ثقه في نفسه بيبتدي ينمي قدراته في هذه المرحله او في هذه الامور. لكن المغرور هو شايف انه هو نمبر 1 في كل حاجه بالظبط، كويس في كل حاجه. مستنى اضافه منك بقى ذاتي ليه؟ انا شخص ما حصلش. انا كده على فكره هو من الناحيه الدينيه المغرور ده انسان مغرور ومنبوذ. لو احنا عرفنا او ده عشان حاجات ننصح بيها او نتكلم فيها دائما قدام المغرورين حتى لو مش بطريقه مباشره، نوع من انواع الحل والعلاج. ان المغرور ده صفه من صفات ابليس. يعني تخيل ان الشيطان رفض انه يسجد لسيدنا ادم في شكل من اشكال وتعالى على الله سبحانه وتعالى ان هو خلق
من نار وربنا سبحانه وتعالى خلق ادم من طين ونسى ان الله خالقهما الاثنان معا بالظبط. لكن هو تعالى على رب العزه مقابل انه اتخلق من نار. ده نوع من انواع الغرور. ايوه لقمان لما جه ينصح ابنه قال له لا تمشي في الارض مرحا لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. يعني بما معناه ولا يعني تتباسط لدرجه ان انت تبقى غير محترم او الناس يعني تتذلل قدام الناس، ولا في نفس الوقت تمشي في الارض مرحا فخورا يعني. ومتباهي بنفسك. وربنا سبحانه وتعالى قال لا تمشي في الارض مرحا فانك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي مختلا فخورا يعني مهما انت عملت مش هتصل يعني الى ما يعني سبحان الله سبحانه وتعالى يعني استغفر الله العظيم رب العزه يعني طبعا مهما عملت انت عندك نواقص. فدي كلها امور يجب ان دايما نتحدث بيها امام المغرور ده الكبير بقى. أيوة. عشان هو يفهم بشكل غير مباشر، بشكل غير مباشر يعني بشكل كده عشان يتراكم في عقله الباطن يعني. ده عايزه اقول لك ان انت بتحاربي نفسك من الغرور. يعني انا شخصيا ممكن وانا في بعض امور حياتي وثقت من نفسي في امر معين وانجزته مره واثنين وثلاثه، فاصبحت بعد ما انجزته في محاضره من محاضراتي في لقاء تلفزيوني في اي شيء، بعد ما انجزت هذا الامر شعرت بان انا خلاص يعني ملكت هذا الامر يعني. فانا خلاص ما عنديش استعداد ان انا انمي نفسي فيه، ما بذاكرش او ولا اتقدم، لا بقف عند نفسي واقول لا، هل انا عايزه ابقى افضل ولا انا عاجبني النقطه اللي وصلت لها؟ ايوه لا اكيد انا عايزه ابقى افضل طبعا. وبعدين اذكر نفسي بشيء اخطر حتى لا يتملكني الغرور النفسي، مش كمان في عملي وبس، ان انا على طول اذكر نفسي بمواطن ضعفها. لازم ويطمح الانسان للنجاح اكتر يعني بالزبط. كلما ذاق طعم النجاح، هو النجاح بياتي من نتيجه ايه؟ من نتيجه تجربه يعني بيجتازها وبيحققها، فهو كلما شعر انه لا في نواقص لسه يعني عنده هو ممكن يجتازها، فهي لذة النجاح دي اللي بتخليه يشعر انه لا عندي لسه نواقص هجتازها واحقق نقط نجاح. ما هو النجاح ده يعني هي حاجه كان يعني مش عارفها وعارفها، لكنه يعني اذا كان هو خلاص نجح في يعني ما فيش حاجه يعملها في الحياه حتى ما يبقاش قيمه يعني بيحضرني قول نابليون بونابرت لما كانوا بيقولوا انت بتحفز جيشك بايه؟ يعني بتديله ثقه بنفسه ازاي عشان يعمل كل الانجازات دي. قال لهم اللي بيقول لي لا استطيع بقول له حاول، واللي بيقول لي لا اعلم لا اعرف اقول له تعلم، واللي بيقول لي مستحيل بقول له جرب. فدي كلها حاجات تزرع الثقه في النفس في الانسان. في امور كتير الناس تبقى متصوراها مستحيله لكنه يعني بتوفيق ربنا بتحصل. بتوفيق ربنا، لان انا اولا باخذ بالاسباب ولا انسى مسبب الاسباب. طبعا ده شيء في منتهى الخطوره والاهميه جدا. الحاجه الثانيه والاهم حتى لو انجزت فيها نقاط ولو بسيطه، المهم اني انجزت بالظبط، حققت احسن من الخمول. ايوه المشاعر الجميله بقى اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي ممكن ياتي عكسها لبعض الناس في تكرار الفشل. ده ممكن يكون له سبب كبير جدا في عدم الثقه بالنفس. يعني حضرتك لما تجتازي حاجه مره واثنين وثلاثه ولم تحققي فيها النجاح، اكيد ده يعني هيعزز عدم الثقه بالنفس. الخطأ بيكون فين؟ ممكن يكون انسان بيجرب نفسه في حاجه هو يعني لا يصلح ليها، ممكن يغير مسار ولا يجرب في نفس الحاجه مره ثانيه. اكتر من شق. اول حاجه الاول الانسان لازم يكون محدد الشيء اللي يصلح له تماما، لان قد اكون انا فشلت لانني حددت هدف مش يعني مش مطابق لمقدرتي ولا لامكانياتي ولا لظروفي ولا الهدف. صمم انه يدخل كليه الطب مثلا وكل سنه يفشل. ده مثلا يعني ده في جزئيه حاجات مهمه كتير. مجرد حلم معين او رونق لكن انا ما درستوش صح. او حددت الهدف صح وكان مخططي للوصول ليه مخطط خاطئ. طريق بالظبط، ما عنديش مرونه لتغيير المخطط. فبالتالي انا لما يكون عندي مرونه ان اغير مخططي واسلك اكثر من طريق وابتدي الاقي نفسي بعد كل ده ما وصلتش للهدف، لا يبقى العيب هنا في الهدف. انا حددته اساسا غلط، غير مطابق لامكانياتي. غيرت الطرق، غيرت من نفسي، لكنه واضح انه في عدم اتساق بين. ولكن في يعني في كل الامور ده يعتبر تجارب وخبرات للشخص. هل لما تعملي اي شيء وتفشلي افضل ولا لما تسكني تماما بلا اي فعل؟ ايوه بالظبط. يعني حتى الحياه ما يبقاش طعم يعني حتى الشباب في مجال العمل مفيش انجاز او في التجربه او اقول له يعني اشتغل، يعني اعمل حاجه انا احس ان انت بتجاهد بتكافح. لكن انت قاعد عشان بتحلم حلم معين والحلم مش عايز يتحقق، سلكت له كل الطرق، فبالتالي انت مربع. اللي هي فكره اعمل يعني حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. يعني افضل بكتير من السكون مهما كانت الظروف. انت عندك تجارب وخبرات وتعتبر خبرات تراكميه. نزلت مجال العمل حتى شفت يعني ايه عمل، يعني ايه سلك وظيفي، يعني ايه خبرات مع الحياه. بالظبط. هقول لك ابسط حاجه، علاقات.
طبعا. تعرفت، عرفت يعني ايه فن التواصل الجميل. عرفت تتحدث مع عرفت الاخرين، انواع الناس كمان، انواع الناس وانواع مختلفين الشخصيات جدا، شخصيات مختلفه. مفيش حاجه اسمها خساره. كل شيء بتفعليه بجد وبنشاط هو مكسب. طبعا مفيش خساره طالما بتعملي وهدفك الرئيسي هو اكساب نفسك والاخرين في طريق مشروع. بالظبط بالظبط. المسألة دي الحقيقة يعني وحضرتك تكلمي فيها يعني بتثير في ذهننا مجتمعنا والدفعة القوية اللي احنا محتاجينها علشان يعني يتغير شكل المستقبل لينا ان شاء الله. نماذج الشخصيات دي احنا محتاجينها كتير قوي، ولكن اخشى ان يختلط الامر ما بين الثقة بالنفس والجراءة المفرطة الغير محبوبة. خلي بالك بقى، ده مهم لان ده بنشوفها دلوقتي. مبقاش اندفاع، ما بقاش مندفع واثق ويبقى في عندي نفسي الجراءة. ما هو في فرق شاسع ما بين الصراحة والوقاحة. مثلا طبعا يعني انا عايز اصارحك بشيء معين، مش من المفترض ان انا اتطاول في الصراحة باعتبار ان انا بقول الحقيقة. لازم اكون برضو يعني عندي فكرة بالزبط. ازاي اوصل فكرتي بذوق وهكذا. فانا عندي ثقة بالنفس دي حاجة، وان انا اكون جريء صحيح ويعني عايزه اقول مندفع ده سلبي. ده ما هي كل سلبي. حاجه يعني اذا زادت عن حدها تقلب ضدها. احنا دين الاعتدال لازم نكون معتدلين في كل شيء يعني. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، تشريفك لينا وما تضيفيه دايما لينا من معلومات احنا ومشاهدينا. شكرا لدكتوره حنان رشدي خبيره التنميه البشريه. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده في بيت العيله. حلقتنا بتمنى تكونوا وفقنا في اختيار موضوعاتنا. ان شاء الله غدا هيكون مع حضراتكم فريق عمل جديد في بيت العيله، كونوا في انتظاره. تصبحوا على خير.